السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا هذا اليوم مثل ما قرأتوا بعنوان المقطع رجوع جلتش الشاحنة وجلتش نفس السيارات من خويك. بسيط جدا يا شباب، فاستغلوا هذا الجلتش. لكن قبل ما نبدأ لا تقصروا معي وقتكم زر اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. اتمنى انكم ما تقصروا معي، واذا حابين يا شباب انزل لكم تعديل السيارات اللي لسه ما نزلت مثل ما انتم شايفين امامكم. هذه واحدة من السيارات اللي انا جالس اعدلها الحين، والسيارة هذه عاد لسه عادها ما نزلت. فاذا حابين ان انا انزل لكم مقاطع تعديل هذه السيارات فاكتبوا لي تحت في التعليقات. فبس والله ما احب اني اطول في الكلام، خلينا نبدا مقطع طول يا حبيبي. طيب شباب بسم الله خلينا نبدا. بداية شباب توجه عند خوياك الى مقر تجارة السيارات حق خوياك. تمام، ما توجه الى مقر تجارة السيارات حقك، روح عند خوياك. طيب شباب حاليا اول ما توصل عند خوياك الى نفس المقر، حاليا ابيك خوياك يروح يسجل شركة ويرسل لك شركة. بعد ما يرسل لك شركة حاليا ابيك تدخل انت معاه شركة، وبعدين اول ما تدخل حاليا ابيك توجه وتركب سيارة خوياك. اول ما تركبها يا شباب حاليا نبي خويك يروح يفتح التاتش، بعدين ابي يتوجه الى نفس الكراش حقه. طيب يا شباب ابي يتوجه ويدخل يتوجه الى عند النقطة الزرقاء ويتوجه عندها بشكل طبيعي. طيب يا شباب حاليا بعد ما توجه الى النقطة او البوابة هذه، حاليا بيك تنزل من السيارة. اذا نزل خويك عادي ما راح يفرق معك، بس حاليا بيك تروح تنزل من السيارة حق خويك. طيب شباب بعد ما تنزل حاليا ابيك تروح تفتح تثبات وتسوي تسجيل خروج من الشركة وتخرج من الشركة حق خويك. بعد ما تخرج حاليا ابيك تفتح تثبات تروح خيار الانفنتوري وتروح تطلب سيارة الار سي بانديت 2. طيب شباب حاليا اول ما تطلب السيارة، اول ما ترسبن انت في السيارة حاليا ابيك تروح تضغط مثلث. اذا رسبن يا شباب فلش لعب بهذه الطريقة عرفنا الجيتش ضابط معاك 100%. حاليا ابيك تروح تطلب الشاحنة حقك. طيب بعد ما تطلب الشاحنة ابيك تطلب اي سيارة انت مستغني عنها، لان السيارة هذه راح تروح منك. بعد ما تطلبها حاليا ابيك توجه عند خويك الى الشاحنة حقك. اول ما توصل الشاحنة حاليا ابيك تروح تخلي خويك يركب معاك في نفس المركبة وفي نفس الدبابة في نفس السيارة في نفس المركبة. المهم حاليا اول ما يركب معاك خويك ابي خويك يضغط ستارت. طيب يا شباب وبي بعدين يتوجه الى مكان النسخ، وهذا هو مكان النسخ تحديدا. طيب شباب حاليا اول ما يركب خويك ويضغط ستارت ابيك توجه الى عند النقطة الزرقاء حق الشاحنة حقك. بعدين ابيك تروح وتضغط سهم يمين. اذا جتك هذه الرسالة عادي يضغط عليها اكس. طيب شباب بعدين راح ينزل خويك. حاليا ابيك ترجع انت بالمركبة وتنزل من المركبة هذه اللي انت فيها. بعدين ابيك تروح تسوي حركة الاوفلاين مرتين، سويها او مرة قبل ما تروح الى النقطة الزرقاء. طيب يا شباب حاليا ابيك تروح النقطة الزرقاء، وبعدين ابيك تحجيك خيارين، ابيك تضغط على الخيار الاول. حاليا شباب اخويك توجه الى المكان النسخ. ما يصير يطلب السؤال اللي حاب ان انت تنسخها من، وبعدين يا شباب يفضل شباب ما تسوون هذه الخطوه الا خويكم قدوا عند مكان النسخ. حاليا اول ما يوصل خويكم الى مكان النسخ ابيك تسوي حركه الاوفلاين وانت في الشاشه السوداء هذه. اذا جاتك هذه الرساله ضغط عندها الدائره راح ترسم وانت مخفي بهذا الشكل. مثل ما تشوفون هذه السيارة اللي حاب ننسخها، اروح اركبها بشكل طبيعي، ومثل ما انتم يا شباب ملاحظين نسخت السيارة بكل بساطة. يعني يا شباب الجيتش جدا جدا بسيط. اذا حاب انك تنسخ سيارة ثانية عيد الخطوات كلها من البداية بخطوات جدا بسيطة. فالخط الجلتش هذه يا شباب ما راح تاخذ منك حتى الدقيقة الواحدة، فاستغلوا هذا الجلتش قبل لا يتقفل وينسخوا وتبادلوا سيارات. وللمعلومة جروب التليجرام تحت بالوصف، اتمنى الكل يروح وينضم في التليجرام. فبس والله شباب اللي يقدر يقوم وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تقصروا معي بتضغطوا زر اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. كان معكم اخوكم ياسر، انتظرونا في جديد في امان الله او مع السلامة.